السلام عليكم يا شباب، سنة رابعة. أخباركم إيه؟ فاضل لنا تمرين بيتكلم على الشركات الاعتبارية. التمرين ده هنحله مع بعض كده واحدة واحدة ونفهم. المقصود بالشركة الاعتبارية هنا الدكتور دايما لو هيجيبه هيسألك في حتة البنوك. ليه؟ عشان الجزء بتاع المخصصات. طبعا احنا في الشرح قلنا إن المخصصات ليها معاملتين. إيه هي المعاملتين بتوع حضرتك؟ هل المخصصات اللي أنت بتتكلم عليها ديت لمنشأة فردية، ولا المخصصات اللي انت بتتكلم عليها ديت لشركات اعتبارية، اللي هو يقصد بيه كلمة البنوك؟ اصل هتفرق. لو المخصصات لمنشأة فردية، حضرتك بتتعامل مع منشأة فردية، جميع المخصصات والاحتياطي تكلفة غير واجبة الخصم، ولو مدرجة في الدفاتر لازم تضاف على الربح، لو غير مدرجة بالدفاتر يبقى عدم تسجيلها سليم. لكن لو انت بتتكلم على مخصص في بنوك، مخصصات البنوك كلها بالكامل تعتبر واجبة الخصم في حدود 80% من قيمة المخصص، وغير واجبة الخصم 20%. الواجب 80 والغير واجب كام؟ 20. ده كده ملخص الفرق ما بين المخصصات في المنشأة الفردية وفي البنوك. تعال بقى ناخد مثال. بيقول لي بلغت قيمة القروض 100 مليون. يبقى حضرتك واخد قرض قيمته كام؟ القرض ده 100 مليون، ويفترض ان هو عايز يكون مخصص 20%. انا بتكلم على بنك بلغت قيمة القروض لأحد البنوك 100 مليون، عايزين نشيل مخصص كام في المية؟ 20%. إذن المخصص بيساوي 100 مليون في 20%، يبقى المخصص بتاعي 20 مليون. وبما انك بتتكلم على شركة او مؤسسة او بنك، خلينا في البنوك، ف80% من المخصص تكلفة واجبة الخصم، و20% هو تكلفة غير واجبة الخصم. يعني حضرتك لما تيجي تسجلها هتقول لي 20 مليون دول 80% منه واجب الخصم، و20% التانية غير واجب الخصم. تعالى 20 في 80 16 مليون، 20 في 20 4 مليون. وبما ان دي تكلفة غير واجبة الخصم، لو الدكتور جابها لك مدرج يبقى لازم اخدها اعمل لها اضافة على الربح. لو الدكتور مسجلها غير مدرجة بالدفاتر يبقى عدم تسجيلها سليم. خلصت من الاربعة، فاضل لي مين؟ 16 مليون تسجيله سليم. تعال اقول لك بقى، لما الدكتور يقول لك ان في ديون معدومة ب3 مليون، بلغت الديون المعدومة 3 مليون. حلو. انت عامل المخصص ده ليه؟ عشان تواجه اي ظروف طارئة. طب جت الظروف الطارئة وقال لك ان عندنا ديون معدومة ب3 مليون، يبقى خد من المخصص ده ال3 مليون. يعني ال16 مليون دول خد منهم 3 مليون، يبقى المتبقي مع حضرتك كام؟ 13 مليون. ال 13 مليون دول ما بقاش لهم لازمه دلوقتي عندك. ليه؟ لان انت بتعمل المخصص عشان تواجه اي ظروف طارئه، والظرف جه وهناك دين معدوم ب3، فالمخصص فيه 16 مليون، وانا احتمال يبقى الدين المعدوم 3. خد من ال 16 3 وباقي ال 16 الغيهم، يبقى ال 13 مليون اللي هو حاصر قيمة المخصص ناقص الدين المعدوم، المتبقي 13 مليون هو تكلفة غير واجبة الخصم، ولازم اعمل لها اضافة على الربح. ليه؟ لان انا شايل في جيبي احتياطي 16. انا مشكلتي كلها ان في دين هيتعدم ب3 مليون بس. طب انا هخلي باقي ال 16 ليه؟
خد من ال 16 ال 3 مليون والباقي خده وضيفه على الربح بتاعه عشان هو تكلفة غير واجبة الايه؟ الخصم. تعال اديك بقى مثال. بيقول لي هنا فيما يلي البيانات المستخرجة من البنوك بلغت قيمة القروض والسلفيات ب 100 مليون، وتقتضي البنك المركزي ان يكون 20% من القروض والسلفيات مخصصات. عملتها لك، ادي ال 100 شلنا 20% بقى كام؟ 20 مليون. 80% واجب، 20% غير واجب. بعديها بلغ الدين المعدوم 3 مليون، وهقف الدين المعدوم 3 من 16 فاضل 13، تكلفة غير واجبة الخصم ولازم اضيفها على صافي الربح. يبقى انت كمان في الحل هتقول لي ان صافي الربح اللي الدكتور مديهوني هفترض ان هو 50 مليون، شلت لك 4 مليون اللي هم ال 20% لو تفتكر، وشلت لك ال 13 مليون اللي هو الفرق ما بين ال 16 مليون وال 3 مليون ديون معدومه. تعالى بقى بيقول لي ايه؟ كما بلغت الدين المعدوم المسترد. حضرتك بعد كل ده عندنا ديون معدومه مسترده بكام؟ قال لي ب 2 مليون. يعني جالك ايراد ب 2 مليون، هعترف بيه كله ايراد؟ قال لي لا، هعترف بنسبة المخصص اللي انت كونته، يبقى معترف ب 80%. زي لما عملنا المخصص واعترفنا ب 80، الدين المعدوم المسترد هعترف ب 80 وغير معتمد ال 20% التانية. 2 مليون في 80% بمليون 600 هو ايراد خاضع للضريبة وتسجيله سليم. لكن 2 مليون في 20% قال لي ب 400,000 ايراد غير خاضع للضريبة ولازم يخصم من صافي الربح. تعالى كده حضرتك، الديون المعدوم المستردة في خانة الخصم ادي 400,000 جنيه. يبقى الدين المعدوم لما بتيجي حضرتك تحسبه الدين المعدوم بس بتشيله من المخصص، ولو بقى حاجة في المخصص بتروح تضيفها على صافي الربح. اما الدين المعدوم المسترد بتقسمه على حسب نسبة المخصص. 80% من المخصص واجب، يبقى 80% من الديون المعدومة المستردة ايراد خاضع للضريبة، و20% معفي من الضريبة. عشان كده حطيته فين؟ في الديون المعدومة المستردة في يخصم. في اخر حاجتين، بلغت الفوائد الدائنة عن القروض والسلفيات 2 مليون، منها 200,000 فوائد مجنبة أعدم نصفها، و500,000 فوائد مهمشة تم تحصيل 200,000. عندي حاجة اسمها فوائد مجنبة وعندي فوائد مهمشة. الفوائد المجنبة كانت عند حضرتك بكام؟ قال لي ب 2 مليون. لا، الفوائد المجنبة كانت هنا ب 200,000. قال لي الفوائد المجنبة 200. أما الفوائد المهمشة عند حضرتك كانت بكام؟ ب 500. حصلة قال لي تم تحصيل 200، حصلت 200. يبقى الغير محصل 300,000. أما بالنسبة للفوائد المجنبة بيقول لك هنا محصل منها كام؟ في منها 200,000 فوائد مجنبة أعدم نصفها، يعني غير محصل 100,000، محصل 100. بصوا بقى هقول لك كلمتين على الفوائد ديت. الفوائد المجنبة والفوائد المهمشة المحاسب في البنك بيسجلوا في قائمة المركز المالي، وده غلط. المفروض يسجلهم في حساب الارباح والخسائر. اللي انا قصدي اقوله لك ان الاتنين كده كده مش متسجلين في الارباح والخسائر. يعني الاتنين بالنسبه لي تعتبر تكلفه مدرجه ولا غير مدرج؟ قال لي غير مدرج، لان الاتنين مش متسجلين في حساب الارباح والايه والخسائر. حلو، تعالى بقى اللي احنا عايزينه هنسجله في الارباح والخسائر، مع العلم ان الفوائد المجنبه والفوائد المهمشه الاتنين ايرادات. بص يا سيدي، عندي فوائد مجنبه ب 200
قاعدة من نصفها، يبقى في 100 ما اتحصلتش، يبقى أنا حصلت كام؟ 100,000. هروح أسجلها في الإيرادات، فالإيرادات هتزيد والربح هيزيد. يبقى ال 100,000 بتاعت الفوائد المجنبة المحصلة تضاف على صافي الربح. حضرتك هتضيفها على صافي الربح بتاعك. فيها مشكلة؟ تعال بقى الناحية التانية. الفوائد المهمشة إيرادات، والراجل كده كده بيسجلها بالغطاء في المركز المالي، فاعتبر ان الرقم كله مش متسجل في الارباح والخسائر نهائي. طيب عندي فوائد مهمشه 500، محصل منها 200، يبقى المحصل دوت هضيفه على صافي الربح. طب والغير محصل 300 يهمل لا اثر على صافي الربح. يبقى القصه في الفوائد المجنبه والمهمشه ان اللي محصل منه بيضاف على الربح، الغير محصل ماليش دعوه بيه. بص حضرتك كده اهو، ادي ال 100,000 المجنب والمحصل، ال 200,000 المهمش المحصل. اجمع كل الاضافات واطرح منها كل الخصومات، هيديك الفرق بتاعك اللي هو اسمه صافي الربح بتاعي. هيبقى اسمه صافي الايه؟ الربح. وكده الجزء بتاع الفوائد المجنبه والمهمشه والشركات الاعتباريه خلصت. قصتها في ايه؟ المخصصات والديون المعدومه والديون المعدومه المسترده، وبعد كده الفوائد المجنبه والمهمشه. البنك اي مخصص 80% واجب الخصم وتسجيله سليم، 20% يضاف لصافي الربح. الديون المعدومه عباره عن دين بيتم سداده من المخصص، طالما الدين دوت اقل من المخصص يبقى خد الدين من المخصص واللي هيبقى من المخصص اخصمه من الربح بتاعك. طيب الدين المعدوم المسترد 80% منه يعتبر ايراد خاضع للضريبه، و20% منه يعتبر ايراد معفي من الضريبه. الفوائد المجنبه والمهمشه المحصل منه يتم اضافته على صافي الايه؟ الربح بتاعي. التمرين ده لازم يتذاكر كويس ويتفهم كويس. لو في اي حاجه مش فاهمينها في التمرين بتاع الشركات الاعتباريه هتقولوا لي وانا هشرحه لكم تاني. خلاص؟ ربنا معاكم بالتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.